9 حاجات هتحولك لو بدلت مشاريبك بالمية. اللي احنا عارفينه عن المية انها مفيدة لصحتنا وجسمنا، بتروي عطشنا وتنعنشنا خصوصا في الحر والصيف، لكن اللي معظمنا ما يعرفوش هو التحول اللي ممكن تغيره فينا لو واظبنا على شربها باستمرار، او لو بدلنا اي مشاريب تانية بيها ممكن تسبب لنا في مشاكل زي السمنة والمغص ومشاكل القلب والتسوس والحبوب والحساسية أنا بقول كفاية لحد كده. كريس بيلي الباحث والمحاضر الشهير عمل بحث نتيجته كانت مشرقة جدا ومحفزة لكل الناس، وبصراحة أنا لما شفته غيرت جدا، فقلت أعرفكم عليه ونشوف سوا مع بعض إيه الكلام اللي اتقال فيه عشان نتحفز إحنا كمان. هم يعرفوا إحنا لا، فخلينا نوعد بعض كده إن إحنا نحاول نمشي عليه. معلش، البحث ده قال إن إحنا أول ما بنبدأ نبدل أي عصاير أو مشروبات غازية بالمية أو نبتدي نشرب المية باستمرار، بنلاحظ إن في أول 9 أيام إن وزننا بيقل بشكل أسرع من غير حتى ما نبتدي في أي دايت، وده لأن جسمنا في الفترة دي بيحرق سعرات قد اللي بيحرقها لما بيجي يجري مسافة 8 كيلو، فمبدئيا مفيش أسهل من كده للناس اللي ملهاش قوي في الفرهدة. حلو، ده نبقى نجربه. تاني حاجة قالها البحث إن شرب المية بانتظام بيسرع من عملية الميتابوليزم أو التمثيل الغذائي اللي هو حرق الدهون يعني، وده معناه إننا هنلاقي إن مستوى الطاقة عندنا عمال يزيد. شرب نص لتر مية كل يوم الصبح بيزود عندنا عملية الحرق من 24% ل 30%، يعني كل ما هنشرب مية كتير كل ما هنشوف نتيجة سحرية على جسمنا في أقرب وقت، فحطوا الموضوع ده في دماغكم. ثالث حاجة، عقلنا هيفانكشن ويشتغل ويشغل نفسه بشكل أفضل، وده لأن المية هي المكون الأساسي لمخنا اللي نسبتها فيه من 75% ل 85%. متخيلين؟ انتوا نفسكم هتحسوا بالموضوع ده لما تيجوا تشربوا مية بانتظام، يعني أول لما هتشرب المية من هنا مخك هيشكرك ويقول لك ها أنا جاهز أؤمر، فعلى طول ده هيخلي التركيز يعلى عندنا أو ننجز يومنا بشكل أسرع. معايا انت هنا؟ رابع حاجة، أكلنا هيقل. شرب المية بيملى البطن فبيدينا دايما إحساس بالشبع، وبكده هتقل شهيتنا للأكل فمش هنروح له، وتقليل الشهية يعني أكل قليل، وزن قليل، حركة أكتر. فلو حاسس إنك جعان زي دلوقتي وعايز تاكل، اشرب لك كوباية مية. خامس حاجة، جسمك هيطرد كل السموم اللي فيه بشكل أسرع، وده لأن المية في جسمنا بتشتغل زي المكنسة بالظبط، بتنضفه أول بأول وتطرد كل السموم اللي فيه باستمرار، يعني مفيش شيخوخة مبكرة هتجيلك ولا هالات سودا وتجاعيد هتظهر على وشك، وكلنا هنبان شباب كده حبة حلوين. سادس حاجة، شرب المية كتير بيقلل من خطورة أمراض كتيرة جدا زي أمراض الضغط العالي، أمراض المثانة، أمراض سرطان القولون، وأمراض تانية كتير. فلو عايز توفر فلوسك اللي داخلة خارجة على الدكاترة دي، كتر من شربك للمية. سابع حاجة، قلبك هيشتغل أحسن. 5 كوبايات مية يوميا بيقلل من نسب الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 41%، ودي نسبة محترمة جدا بنحافظ بيها على قلبنا من غير أي مجهود. أنت مكسل ليه؟ اشرب مية كتير، اشتري صحتك. تامن حاجة، شرب المية باستمرار بيرطب البشرة وينظف الجلد وينعمه، يعني لو شربتوا مية كويس كل يوم بعد أسابيع قليلة جدا هتلاقوا الفرق واضح على نضارة ونظافة بشرتكم. آخر حاجة بقى، ودي أهم حاجة من كل اللي أنا قلته ده خصوصا في الوقت اللي احنا عايشينه ده، هنوفر بقى شوية. فاتورة المشاريب اللي بندفعها ما أعتقدش أبدا إنها هتكون أقل من سعر كرتونة المية اللي أنت هتبعت تجيبها أول لما تخلص السكاوت ده. قولوا لي بقى، عمركم فكرتوا ليه المية اللي احنا بنشربها دي ملهاش طعم؟ هستنى إجاباتكم تحت في الكومنتات. أشوفكم في سكاوت جديد.